يا هلا ومرحبا بحبايبي متابعيني. رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة. سويت لكم هنا الدهين النجفية بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير متوفرة بكل بيت وبطعم ينافس المحلات. جربوها وكتبوا لي بالتعليقات. وإذا أنتم تتابعون الفيديو حبايبي لا تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب، تضغطون على جرس التنبيهات حتى نبقى على تواصل ويوصلكم كل شيء جديد. شوفوا شكلها وشوفوا القرمشة مالتها. والطعم بعد أطيب. لو أدري يعني أقدر أوصل لكم الطعم همينة كان وصلت لكم إياه. خلينا نشوف الطريقة. نبدي بالمقادير سوية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحضر جدر على نار متوسطة، يعني مو كلش حرارة عالية. أضيف بيه كوب هنا من الحليب السائل وكوب من السمنة وياها زيت أني خبطت، وأنتي مخيرة إذا تريدين تخلين زبدة أو بس زيت حسب أنتي شنو المتوفر عندك. وأضيف وياها 3 أكواب من الشكر نفس مقياس الكوب. أبدي أخلطهم لحد ما يذوب الشكر، وأضيف بعدين دبس التمر أو اللي هو الدبس مالتنا 3 معالق طعام، معالق أكل، وأخلطه لحد همين يتجانس الشكر والسمنة أو الزيت والحليب سوية ويصير لونه بهذا الشكل اللي هو مثل الكراميل. وبعدين أضيف له الطحين تدريجي مقدار 3 كوابة من نفس حجم الكوابة اللي سويت بيها المقادير بالبداية، وأنخلهم هم تدريجي وأحركهن لحد ما يذوبن. هذا كله هو الجدر أنا حاطته على نار متوسطة، مو كلش حرارة عالية. أنخلهم مقدار 3 كوابة من الطحين، قلت لكم نفس المقدار مال الكوب، وانتي مخيرة إذا تغيرين قياس الكوب تسوي أصغر أكبر، بس المهم تقيسين بيه كل المكونات. بعد ما صارت بهذا الشكل شوفون قوامها شوية يحتاج لها خلط زيادة، يعني مو أتركها، أظل أخلط بها لحد ما تكون مثل التوفي أو مثل الحلاوة الشوكولاتية، هيك يكون شكلها. هسه أني أجيب البايركس يكون هذا حجمه، وخاشوقة مالت أكل دهن حور أو سمنة حيواني تكون بيها نكهة، حتى هي بالشوي تعطينا هاي النكهة الطيبة. أدهن بيها البايركس، وأضيف هذا الجوز هند اللي يكون هو حلو وخشن. جوز هند يكون نوعيته حلوة دهينة وخشن، يعني مبروش خشن. هذا اللي هو راح يعطيني هاي الكرمل، وهذا اللون اللي شفتوه بداية الفيديو يكون اللون اللي مثل المحروق، هذا هو يزيد هذا الطعم. أضيف كمية تقريبا التشيز كامل تقريبا هذا 200 غرام من عنده، وأضيف أنزل الخليط هسه، أرفعه من النار وأنزله. أضيف تقريبا نص الكمية وأحشيها باللبجوز. أنا هنا خليت البجوز تقريبا نص كوب، وأنتي مخيرة إذا تريدين تخليه أو ما تخليه، أو تخلين أي نوع ثاني من المكسرات حسب شنو المتوفر عندك بالبيت، مو فشي أساسي يعني. وبعدين ضفت الطبقة الثانية من عنده وخليت جوز هند بالوجه. أدخله بالفرن لمدة 2 ساعة على حرارة 240 فهرنهايت 130 سليزية لمدة 2 ساعة يظل بالفرن. وبعدين أطفي النار أتركه 1 ساعة كاملة، ما أخليه يعني ما أطلعه برا. وهذه كانت النتيجة مالته، هيجي كانت شكلها. سهمنا وسهمكم العافية، في أمان الله.